لا انت ابن ناس ولا عمرك كنت ابن ناس، ولا اي مصري يستحق لقب ابن ناس. شكل عكتها كالعادة، لكن علشان اصلح موقفي كان لازم نرجع لزمن المماليك. بالاخص يا صديقي هنرجع للعصر الايوبي، لما لجأ السلطان نجم الدين ايوب للاستكثار من شراء المماليك علشان يكون فرق مسلحة تدعم دولته. وكان بيشتري المماليك عبارة عن غلمان في سن صغير من تركستان وكازاخستان واوزبكستان والشيشان والروم اللي هي اليونان حاليا، وكانوا بيكونوا إما عبارة عن غلمان غنائم حرب بين القبائل، أو أي أسرة فقيرة بتبيع ابنها علشان تقدر تعيش. وهنا بقى ركز معايا شوية، المماليك وصلوا لمصر بلا أصل، فكان المملوكي ينسب إما لسيده اللي اشتراه أو تاجر العبيد اللي باعه. خد عندك مثال مثلا وما طولش عليك، قل طول يا صديقي بوبوش. الأمير بشتك من مهدي يحمل اسم اللي باعه التاجر مهدي، أو قايتباي المحمودي نسبة إلى التاجر محمود، أو مثلا بيبرس البندجداري نسبه إلى سيده اللي اشتراه. وخد بالك هنا يا أبو الصحاب علشان في شروط، ده لو المملوكي جلب إلى مصر في سن صغير، لأن في مماليك حالات أخرى جلبوا إلى مصر كبار فكانوا يعرفوا أهاليهم. عندك مثلا السلطان قايتباي اللي اتسمى باسم جلابه، أو التاجر اللي اشتراه أو اللي جلبه إلى مصر. ركز بقى هنا وقول ركزت. أخو السلطان قايتباي مثلا جاء إلى مصر كبير فكان يعرف أهله فتسمى باسم أهله. دي ليلة كبيرة أوي سعادتك، بس ركز معايا. أغلب المماليك اللي جلسوا على عرش مصر جلسوا على العرش غصب، فكان كل مملوكي بيتقتل أو بيعزل السلطان أو بيقتل اللي قبله، وعلشان كده كان لازم يحافظ على الكرسي، فكان بيستعين بأكبر عدد يحميه من المماليك. لكن برضو اللي بعده كان بيجي بمماليك أكتر، فلما يجي المملوك الآخر علشان يشيله من على الكرسي كان بيفرق مماليك السلطان اللي قبله ويشردهم في الشوارع، لأنه طبيعي هنا كان بيجي بحاشيته الجديدة اللي بيثق فيهم. وكان مماليك السلطان المهزوم زي ما قلت لك يا بيتشردوا في الشوارع يا بيهربوا إلى صحراء الصعيد. طيب المملوكي اللي هرب هنا واللي اتشرد يعمل إيه؟ يشتغل قاطع طريق، لحد ما جاء السلطان الناصر محمد بن قلاوون، جمع المماليك المشردين على المماليك حديث السن وخصص لهم رواتب. الراتب ده كان بيخرج من بيت المال، وعلشان الحسابات تقدر تسجل ده في بيت المال اخترعوا حاجة للمماليك دول سموهم أولاد الناس. والله كبرت الموضوع يا بوبوش. لا هو الموضوع مش كبير، بس هكبره لك بقى وهعرفك ولاد الناس دول اطلقوا على مين. أولاد الناس ما كانش لهم أي أحقية أو ميزات في مناصب الدولة، كانوا فقط على قوة الاحتياط في الجيش، والمشكلة بتكبر والعدد كمان بيكبر. وباقي المماليك المشردين اللي كانوا بيروحوا يسجلوا نفسهم في بيت المال تحت اسم أولاد الناس برضو بيكبر. بيت المال عجز عن دفع الرواتب والإقطاعيات لشهور، فبدأ يبقى ما معهمش فلوس تاني، فبدأوا يشردوا تاني. خد بالك هنا التاريخ سجل مواقف وأحداث كتير عن سوء سمعة أولاد الناس. يقال إن سنة 1471 ميلادية حكى ابن إياس عن حالة ست من عوام المصريين كانت تمشي في الشارع، فقام أحد من أولاد الناس وقتلها بسكينة في جنبها بدون أي سبب يا أبو الصحاب. بس كده، خد كمان سنة 1515 تم شنق واحد من ولاد الناس لأنه قتل عدد من العوام بدون أي سبب يذكر برضه. وفي نفس السنة قام السلطان قنصوة الغوري بشنق 4 من أولاد الناس، جاريتين، واحدة شركسية والأخرى حبشية، وشخص قواس وصبي من أولاد الناس. شنقهم ليه بقى يا أبو الصحاب؟ ما تقولي ليه؟ لأن القواس والصبي حرضوا الجاريتين على قتل سيدهم ورموه في الحمام وسلبوا منه فلوسه وهربوا بيها على الصعيد، واتقبض عليهم أثناء هروبهم من مدينة إطفيح، وتم شنقهم عند باب سعادة. وقصص كتير قوي عن ولاد الناس وعن جبروتهم، إلى أن جاء السلطان قنصوة الغوري وعمل تجريدة دي يعني حملة عسكرية، وجمع كل المماليك معاه، وجمع حتى المماليك اللي بيسموا أولاد الناس علشان يحاربوا معاه
مقابل أجر عمل ليهم لكل مملوكي هيشارك في التجريدة راتب 100 دينار ومكافأة عبارة عن مرتب 4 شهور وتمن جمل. معرفش ونونت معاه يديله تمن جمل ازاي، ما كان اداله جمل كامل وخلاص. السلطان قنصوة الغوري كان محتاج أكبر عدد من المماليك، فعلشان كده فكر في استعادة أولاد الناس وضمهم للمماليك من تاني، لكن منهم اللي وافق ومنهم اللي فضل إنه يكون قاطع طريق. نأثر بقى على بعض علشان التاريخ طويل والفضول ما ياخدكش أكتر من كده. المصطلح مشي في الشارع المصري وتداوله العوام، وواحدة واحدة يا صديقي مصطلح أولاد الناس بقى يطلق على أولاد الحرام. أطفال السفاح اللي كانوا بيترموا في الشوارع، وكان بيترمي قدام باب حارة أو باب مسجد أو باب كنيسة. كان مشايخ الحارات بياخدوا الطفل ده، وعلشان هو ملوش نسب أو عائلة كانوا بيسجلوه تحت اسم ابن ناس. فأنت مش ابن ناس يا صديقي، أمال يتقال علينا إيه؟ أولاد أصول مش أولاد ناس. هنا كان حكام الصعيد في مراسلاتهم مع المماليك كانوا بيحبوا يضايقوهم بحاجة بسيطة قوي. كان الحاكم الصعيدي يكتب من فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ويسمي نفسه لخامس أو لعاشر جد، دلالة للمملوكي عاوز يوصل له رسالة إن أنا ابن أصول، ابن فلان ابن فلان ابن فلان. أنت بقى أبوك مين؟ لأن المصريين يا صديقي أولاد نسب جاي من المغرب والجزائر وبلاد الحجاز زي قبيلة هوارة. خد التقيلة بقى عشان تعرف إن الكائن المصري كائن مش سهل. لما تولى الأمير أقطاي الحكم كان المصريين يمسكون بلجام فرسه وينادون لمن يا مولانا، يعني أبوك مين؟ أنا عارف أبويا، لكن أنت أبوك مين؟ فلفظ أولاد ناس يا صديقي انحدر من المماليك اللي ملهمش أصل، وبعد كده تطور إلى أبناء السفاح أو أبناء الحرام. فأنت يا صديقي المصري مش ابن ناس، أنت ابن أصول. أخوه بقى لقب باسمه لأن جاء مصر كبير زي ما قلت لك وكان عارف أبوه مين. فأنت يا صديقي المصري مش ابن ناس، أنت ابن أصول.